كيولي باغي ينتحر، كيولي خاصها دابا البوفه، كيولي غادي يصفر باش يشري البوفه، كيولي غادي للحبس بنادم. حاجه كتولي بحال الكذب، تقدر تبيع حوايج، دير اي حاجه تذهب مع دارك. انا ما مشيتش ناخذ الحشيش. انا اش مشيتي تاخذ؟ بوفه دمرت الشعب المغربي كامل. هادشي اللي شفتي في الفيديو بسبب واحد المخدر اللي خطير واللي ما كانش في المغرب شحال هادي، ولكن دابا تعرف ولا كلشي كيعرفو، خصوصا الناس اللي مبليين، حيت الثمن ديالو رخيص والادوز ديالو في التبويقه كبيره وبزاف. تخيل معايا انه عنده نفس الادوز ديال الكوكايين، والحاجه اللي كتخلع هي السرعه ديال الانتشار ديالو في المجتمع، واللي كيستعملوه وما كيخليهمش ينعسوا، وكيجيو واحد افكار بحال الهلوسه اللي ما يمكنش، افكار شيطانيه، وكتبدا تفكر في كاع في المشاكل اللي دازو في حياتك. يعني ماشي كتستعملها باش تنساهم، بالعكس تخليك تفكرهم. في المره دابا كتبغي تنشط بها، في المره الثانيه كتولي كطرد لك عقلك، المره دازتك عقلك كتسطى. اللي دابا كشكوشه خارجه ليا، وليت كتصاب بحال انا هبيله، ما درتهاش بحال انا هبيل. بعدت من هذا بقوي مدة 6 شهور. انا مشيت عند الطب النفسي، هو اللي اعتقني، هو اللي خرج لي الدوايات. نقول لك الدوايات اللي خرج لي حسيت براسي بالموت، صافي لصقت. خاصك تكميها كل نهار حسني، هي اللي تبلا بها، خاصو يكميها يوميا. كاين اللي كيدير لها بروغرام، كيكميها بالليل، حقاش هي اللي في ديالها شحال كيبقى الليل كامل ما تنعش. ولا سالات لك ما تنعش، خصك تحضر عاوتاني. ولا بغيتي تنعس اش خصك دير؟ خصك تكون شارب وتكمي الحشيش وتقرقاب، كاع داكشي اللي حرم سيدي ربي، كاع الموبقات. هي ما كتسكر، ما كتسحي. عينيك كيخرجوا الوقت اللي كتضرب بوفه، كتبقى حابس النفس واحد الدقيقه، كتخرج النفس. وفي المغرب مسمين عليه البوفا، كوكايين الفقراء ولا الكريستال، والسميه اللي مشهور بها في الغرب هو الكراك. وبسبب السميه ديالو في المغرب الكوكايين الفقراء، حيت هذا المخدر كيجيبوا شويه ديال الكوكايين كيخلطوا معاه بزاف ديال المواد الكيماويه باش كيطلع عليهم هذا المخدر، يعني بحال كيستخرجوا داكشي منه، يعني فيه واحد النسبه قليله ديال الكوكايين. وهذا المخدر راه ماشي يلاه تصنع، راه شحال هادي في ايامات الحرب العالميه الثانيه، حيت كانوا كيستعملوا منه بعض الجنود باش يبقاو فايقين، حيت هو من اكبر الاعراض ديالو ملي كتعاطاه هو ما كيديكش النعاس. والثمن ديالو عندنا في المغرب كيتراوح ما بين 100 درهم حتى ل 500 درهم. وكيف ما كتعرفوا الكوكايين كيشموه من النيف ولا من الفم، وهو ما كيتكماش بطريقه ديال الجوانات ولا دوك المخدرات العاديه. والطريقه هي انه كيشدوا واحد القرعه كيخشيو فيها واحد الالومنيوم وواحد الجعب بحال ديال السيلو، وتيحرقوه وتيستنشقوه. هادشي اللي كيخلي المخدر يوصل ديريكت للدماغ في اقل من 8 ثواني، وكيعطي واحد التبويقه ما نقولش لكم كيفاش دايره، تبويقه عاليه وبزاف. اللي عندك كتاخذ به، عندك 150 200 300 400 600. دابا 3000 ريال تعمر لك قفه كتمشي تشري بها بوفه ابتداء من 100 درهم. 100 درهم تيعطيك فيها 2 ضربات، 2 كميات، 2 سيلوات، لا 2 نطرات بس 2 نطرات بالسيلو كتكميهم 100 درهم. كاين اللي كيضرب 6 الورقات في السيلو. وجوج نطرات ديال بوفا تقامت عليه 100 درهم، يعني كل ما كنتي كتعطي، يعني كل ما كنتي كتعطي الفلوس كنت ما كتاخذ نشرات بزاف. والمشكل من هادشي كامل هو ماشي غير الولاد اللي كيستعملوه، راه حتى البنات للاسف مجموعه كبيره منهم كتستعملوه. عارفاش دابا الحاله ديالها واش هي واعيه معايا ولا ما واعياش معايا؟ تعاطات المخدرات حتى وصلت لداك السطاج ديال الوحش. حنا ملي كنسمعوا المخدرات كتجي في الاذهان ديالنا الراجل هو اللي كيتبلى، ولكن ملي كنسمعوا بنت مبليه كتولي قضيه يعني مضوبله. بسبب هاد البوفه مشات كتعاطى مع واحد الشاب اللي حتى هو مبلي بالبوفه، الله يعفو على وليداتنا كاملين. كانوا عندها 3 الحجرات حسب ما قالت لي، كمات معاه الحجره الاولى، كمات معاه الحجره الثانيه، خبات الثالثه، ما عجبوش الحال هرس لها يدها. وكنصح الشباب يبعدوا منه وما يطيحوش في القالب اللي غادي يندموا عليه ويدمر لهم حياتهم، حيت اللي كيتبلى بها ما كيقدرش مازال يخرج منه. دابا غنعاود لكم واحد القصه ديال واحد الفتاه سميتها كاتلين، كتبان بنت نقيه وظريفه، وكانت خدامه خدمه زوينه في رمليه وما خاصها حتى خير، وكيقولوا العائله ديالها باللي هي ذكيه وظريفه وكيعجبها دير الخير وتعتق الناس. ودابا مسكينه ما بقاش قادره تعتق حتى راسها، عندها 27 عام، مبليه بمخدر الكراك، كل ليله كتعاطاه، كل ليله كل نهار كتعاطاه. كاع الفلوس اللي كانوا عندها خسرتهم عليها،
ولات ما بقاش مسوقه على صحتها على حالتها على صحاباتها على عائلتها، ولات متبعه غير البوفا. وشويه عائلتها قنعوها باش تمشي تعالج ومشات، وبعد شهرين ديال العلاج تحسنات والملامح ديالها تبدلوا، والهضره ديالها كيفاش كتهضر تبدلات، والعقليه ديالها ولات شويه ستابل. والديها فرحوا ملي شافوها ولات بخير، ولكن الصدمه هي ملي رجعت للدار. قالت لي رجعت كتعاطى الكراك، ولكن هذه المره رجعت كتعاطى عليها بنسبه اكثر من الاول كيف ما كانش. القصه ديال الكارتلين كيبان لك باللي اللي طاح في البليه ما عمره كيقدر يخرج منها، وخصوصا بحال هاد الانواع ديال المخدرات. جاوبني في التعليق قول لي اش بان لك في هاد البوفا اللي انتشرات في المغرب، وما تنساوش ضروري طاقي صاحبك يتفرج لهاد القصص اللي كندير. حاول انك تفرج فيهم بطريقه ذكيه اللي غادي تخليك تستافد من الاخطاء والتجارب اللي داروهم الناس قبل منك، باش ما تعاودش تطيح في نفس الغلط. خذ العبره باش تعيش حياه اكثر سلام وامان، وماشي غير الفرجه وصافي. هادشي اللي كان معكم ايوب، تشاو.